مرحبا بكم مترجمين المستقبل. أنا هند، مترجمة فريلانسر، خريجة قسم الترجمة واللغة الإنجليزية، حاصلة على دبلومة الترجمة القانونية، مترجمة لكتاب تم نشره على موقع أمازون، مترجمة فورية لعدة لقاءات أونلاين، ومترجمة أيضا في التخصص الأدبي. ترجمت عدة نصوص تخص التاريخ وتخص السيرة الذاتية لأحداث تاريخية. فمرحبا بالمشاهدين الجدد ومرحبا بمترجمي المستقبل. في فيديو النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا يهمكم ويهم المبتدئين وغير المبتدئين. تابعوا لنهاية الفيديو عشان تكون كل المعلومات مترابطة في ذهنكم وتقدروا ان انتوا تطبقوها بشكل عملي وتتقبلوا في أول مشروع ليكم، وتكونوا بكده قدرتوا تكسبوا ثقة العميل وقدرتوا تسوقوا لنفسكم. تابعوا معايا ويلا نبدأ الفيديو على طول. في جملة واحدة لو قلتوها في العرض بتاعكم اللي كاتبينه للعميل، هي لوحدها كفيلة ان هي تضيع عليكم فرصة الشغل او فرصة البروبوزل اللي انتوا كاتبينه ومقدمين بيه على مشروع معين وعايزين تتقبلوا فيه، حتى لو انتوا فعلا متمكنين في الترجمة، وحتى لو انتوا فعلا عندكم مهارات في الترجمة. والجملة دي هي جملة أنا مبتدئ. مجرد ما كتبتوا في البروبوزل بتاعكم والعرض بتاعكم أنا مبتدئ، انتوا بتخلوا العميل يرفضكم بشكل تلقائي. حتى لو في ناس بتقول أنا بحب أكون صريح، أو ده بالنسبة له نوع من أنواع الصدق، أكيد الصراحة مطلوبة، لكن الذكاء في عرض نفسك أهم. ففي الفيديو ده هفهمكم ليه ما ينفعش تقولوا إنكم مبتدئين، وإزاي تقدموا نفسكم بطريقة تبني ثقة حقيقية من غير مبالغة ومن غير ما تظلموا نفسكم. إن الغلطة دي تحديدا أنا شفت كتير من المترجمين بيقعوا فيها في بداية طريقهم، وفعلا بتكلفهم فرص شغل حقيقية رغم إن عندهم المهارات الكافية، ورغم إن هم بيكونوا فعلا يستحقوا يتقبلوا في المشروع اللي هم مقدمين عليه. هنشوف إزاي ما تقولوش للعميل بشكل مباشر إنكم مبتدئين أو لسه بتبدأوا. طيب دلوقتي إحنا هنعرف ليه ده أصلا غلط. كلمة مبتدئ هي بتدي انطباع فوري للعميل إنكم مش جاهزين للمسؤولية، حتى لو انتوا فعلا فاهمين، وحتى لو انتوا فعلا مترجمين ممتازين. خليكوا حاطين في بالكوا دايما إن العميل مش هيقعد يحلل، هو عايز شخص ينجز له المهمة ويسلمها له. فلما يسمع انكم مبتدئين هيقعد يفكر، هل هيعرف يتعامل مع المصطلحات؟ هل هيقدر يسلمني في الميعاد اللي انا طالبه؟ هل هقعد احتاج اني اخليه يراجع كتير؟ هيقدم مثلا انتوا بتترجموا سي مثلا صفحة صفحتين، كل شوية هيشوف الشغل بتاعك يقولك لا في مصطلحات دي مش عجباني، الترجمة دي مش عجباني. فكل دي حاجات بتقعد تدور في ذهنه بمجرد ما انتوا قلتوا ان انتوا مبتدئين. فانتوا ممكن ما تكونش دي حقيقة، يكون انتوا عندكم مهارة في الترجمة، فانتوا ما فيش اي مشكلة. حتى لو انتوا مبتدئين فانتوا اوريدي متدربين على ده، سواء في الجامعة سواء من كورسات اخدتوها او فالعميل مش بيقعد يفكر في كل ده حتى لو مش دي الحقيقة. فالكلمة دي لوحدها كفيلة تخليه يقلق او يدور على حد تاني. فدلوقتي ركزوا كويس جدا عشان دلوقتي هنقول الحل. طيب ايه بقى الحل في الموضوع ده؟ بدل ما تقولوا إنكم مبتدئين، ركزوا على اللي تعرفوا تعملوه. اتكلموا عن مهاراتكم بالطريقة بقى اللي تعجبكم، بالطريقة اللي تتوافق مع المشروع اللي انتم مقدمين عليه والمجال اللي انتم بتترجموا فيه. كل ده على حسب. فمثال مثلا انتم بتقولوا أنا بفهم في الترجمة العامة والتقنية، وبهتم جدا في ترجمتي بدقة المعنى وجودة اللغة، التسليم في الموعد. قولوا كل المهارات بتاعتكم دي اللي تركزوا عليها وتعملوا عليها هايلايت وتحطوها كده زي ما بنقول اون سبوت كده في الوش للعميل، وتكون دايما هي الحاجة اللي في الوجه. لو ما عندكوش مثلا خبرة مباشرة في التعامل مع العملاء، قولوا انكم اشتغلتوا على مشاريع ترجمة تدريبية بنفس جودة الشغل الفعلي.
يعني قدمتوا شغل ترجمة قبل كده في التدريب اللي انتوا اتدربتوه. زي مثلا في ناس بتدرب بشكل فعلي على أرض الواقع، وفي ناس اتدربت مثلا من كورس أخدته، من دبلوم أخدتها، أيا يكن. بيكون عندكم piece of translation وبتقدموها وتوروا للعميل ان انتوا already عندكم جودة بتقدموها في الشغل بتاعكم، وده المهم بالنسبة للعميل. ويا سلام لو انتوا ترجمتوا كتب او مقالات بشكل تطوعي قبل كده، او لصالح مثلا دكتور او لصالح زميل ليكوا او اي حاجة، استخدموا ده كمثال، هتكون قوية جدا جدا وفي صالحكم. وانا بنصحكم النصيحة دي على جنب، دايما لازم يكون ليكوا عينات مترجمة ترجمتوها قبل كده، بحيث العميل يكون واثق انه بيشتغل مع حد فاهم ومتمكن. لما بيشوف العينة اللي انتم مترجمينها ده بيخلي العميل يثق فيكم بشكل اكبر بكتير، بالذات لما انتم ما يكونش عندكم اي تقييم لسه، ولسه في البداية، ولسه اول مشروع عايزين تتقبلوا فيه. فدي بتكون نقطة قوة كبيرة جدا ليكم، ان انتم يكون عندكم عمل ترجمي ترجمتوه بنفسكم وتظهروه، يكون في البورتفوليو بتاعكم، او ترسلوا تاني PDF للعميل، ايا يكن، يكون موجود دايما معاكم، يديكوا ثقة كبيرة جدا زي ما قلت. فلو قلنا تلخيصا كده للكلام اللي احنا قلناه، دايما اتكلموا بثقة عن نفسكم، خصوصا لما تكونوا متأكدين ان انتم مترجمين اقوياء وجربتوا نفسكم ومتأكدين ان انتم عندكم مهارة الترجمة فعلا. اتكلموا بثقة، حتى لو ما اشتغلتوش مع عملاء مدفوعين قبل كده، وروا للعميل الباشن بتاعكم اتجاه الترجمة. دي حاجة فعلا فعلا بتأثر وبتخلي العميل ياخدك بشكل جدي، ان انت هتاخد المشروع بتاعه بشكل جدي وبشكل كمان فيه باشن، يعني انا شغوف بالترجمة. عبروا عن ده، ان انتوا فعلا شغوفين بالترجمة وبتحبوا الترجمة وحابين تقدموا شغل راقي، شغل ذو جودة عالية. وروا ده للعميل بشكل يتوافق مع اللي هو طالبه. يعني دي كمان نقطة الذكاء، لانه مش اي حاجة انا يعني ما تسهبوش برضو اللي شوفوا. اعملوا زي ما قلت لكم كده، قراءتكم القوية والدقيقة للي العميل طالبه، وان انتوا تدمجوا فيها باشن متعلق بالحاجة. مثلا هو قال مثلا انا اهم حاجة عندي الدقة في المشروع بتاعي، قولوا ان انتوا بتهتموا بالدقة جدا، وقول ان انتوا مهتمين ان الشغل يطلع بأعلى جودة ودقة. فاهمين؟ ففي النقطة دي انتوا عملتوا سبوت لايت على اكتر حاجة العميل طالبها. اوكي، وعرضوا عينة مترجمة كويسة. طبعا اعملها منشن زي ما قلت لكم، او عندكم في البروفايل، فقولوا للعميل يرجع للبورتفوليو بتاعكم ويشوفها. وكمان اتعلموا توازنوا ما بين الصراحة والذكاء في العرض، يعني مش لازم تكذبوا اكيد، وانا ابدا لا ادعو ان حد يكذب او ان هو يقول كلام ما عملوش او يدعي شيء، لا، لكن مش لازم تحطوا نقطة ضعفكم في اول جملة. اوكي، بالتوفيق لكم، بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق للمبتدئين والغير المبتدئين. واعتقد ان في ناس كتيرة دلوقتي خلصت امتحانات في الجامعة وحابين بقى ابدأوا طوروا من نفسكم وركزوا في ان انتوا تطبقوا بشكل عملي على الترجمة. بالتوفيق. لو عندكم اي اسئلة او اي استفسارات سيبوها لي في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو المقبل. لو عايزين اي مثلا اقتراحات للفيديوهات القادمة، انا دايما عندي حاجات كتير قوي عايزة بجد اقدمها ليكم، ويمكن حتى الناس الجديدة او الناس اللي لسه هتيجي او المتواجدين وبيشوفوني لسه. ف يعني وروني تفاعلكم، لانه انا عندي بجد حاجات كتيرة جدا جدا مريت بيها في الترجمة وحابة افيدكم. والقناة دي انا بدأتها علشانكم انتوا، وعلشان افيد اي حد كان مبتدئ، لانه بجد الطريق ما كانش سهل عليا، ومريت بحاجات كتيرة وفي الترجمة، أخطاء وحاجات صح وحاجات كانت حلوة وحاجات كانت وحشة. فأنا حابة بجد أفيدكم. فلو عندكم استفسارات في حاجات معينة سيبوها لي علشان أركز عليها في الفيديوهات القادمة، ولو عندكم أي استفسارات كمان قولوها لي عشان أغطيها وأجاوبكم عليها في الفيديوهات القادمة، عشان اتشجع كمان ان انا اعمل لكم فيديوز. يعني ان انا حد يعني ايه، ممكن ابقى ليزي شوية او اوكي. فلما بفتكر ان حد قال ان انا كنت محتاج الفيديو ده او محتاج القناة دي، بتبسط جدا جدا
وده بيشجعني أكتر. بالتوفيق ليكم يا رب. إلى اللقاء، أراكم في الفيديو القادم.